السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وتكونوا على ما يرام. حنا قربنا ندخلوا لواحد الشهر اللي هو شهر مبارك، شهر رمضان، وان شاء الله يا ربي يدخلوا علينا بالصحة وبالسلامة وبأي واحد يحقق داكشي اللي كيتمنى في حياته. حنا في رمضان خصنا نستعدوا ليه مزيان، اباغ الاشغال اللي كيداروا بحال التخمال بحال التوجات ديال السلو والشباكية وداكشي، ما خصناش نخليو وقتنا كله عامر في الكوزينة والشغل ديال الدار وداكشي كله. راه هو شهر العبادة، الشغل ديال الدار ضروري ولكن العبادة اهم وضروري من داك الشغل اللي غادي ديري. سمعي مزيان شنو غنقول. قبل دابا حنا في شهر شعبان، اواخر ديال شهر شعبان، قبل ما يدخل شهر رمضان غادي تبدي ليا اجنده ولا مذكره ولا ورقه وستيلو، وغادي ديري ليا بروغرام ديالك باش مجرد يدخل رمضان تبداي فيه من الاول. بداية رمضان العشر الأوائل، وعندك في الوسط ديال توجدي رمضان، وعندك عشر الأواخر اللي كتكون فيهم ليلة القدر. مجرد إبدأ الأول ديال رمضان غادي تكوني عارفة راسك شنو غادي ديري، عندك رؤية واضحة. كما كتكون عندك رؤية واضحة على الهدف اللي غادي توصلي ليه، كذلك رمضان غادي تحطي ورقة وستيلو وغادي توجدي، غادي ديري البروغرام ديالك. البروغرام ديالك شنو غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه الجانب النفسي، الجانب الروحي، والجانب الجسدي، والجانب الفكري أيضا. يعني انت صايمة، اولا كتصومي رمضان ديالك بنية التقرب من الله وبنية مغفرة الذنوب، والجسم ديالك يتصفى من دوك السموم وكترتاحي لك هداك شي مرض كيتنقى بداك الصيام. كذلك غادي تحطي واحد لا ليست غادي تكتبي فيها كاع داكشي اللي خاصك دير في رمضان، وقلبي دخلي اليوتيوب، قلبي شنو هما العبادات اللي كيداروا في رمضان والعبادات اللي كتبغي نتي زيدي. يعني هاد الشهر راه شهر العبادات، كثري من العبادات، ودوك العبادات اللي كنتي كديري شحال هادي ولا ما كديريهمش ديريهم. حاولي اولا صلي صلواتك في الوقت، الفجر ديالك، الفجر هو الاول، صلي الفجر ديالك في الوقت، ما تنعسي حتى تسحري، وحتى تصلي الفجر ديالك عاد ديك الساعه نعسي. الفجر ديالك ضروري تصلي في الوقت، الظهر العصر المغرب العشاء، الصلوات الخمس خصهم يتصلاو في الوقت. تاني حاجه قراءه القران، ديري لك ورد من القران. بداي ما كنتش كتقراي القران، جبدي المصحف ديالك ملي بدخل رمضان بداي تقراي. بقيتي قدرتي تقراي في الصباح العشيه الوقت اللي عندك غادي بداي تقراي فيه القران. حاولي تختمي ما يجي في لسالي رمضان تكوني ختمتي القران ديالك. تختمي القران ديالك كل مره تقراي صفحه جوج على حسب شحال قديتي. ملي يجي رمضان خصك تكوني كملتي القران ديالك، ختمتيه، درتي ختمه، وقراي بتدبر. حاولي تقراي بشويه بتدبر ماشي بالزربه، على اساس تختمي القران، تختميه وانتي بالوعي ديالك وبالتدبر ديالك وفاهمه. قريتي القران وفاهمه القران شنو كيقول لك، وفاهمه المعاني ديال الايات، ماشي غير اجي وقراي بحال شي قراءه سريعه. ثالث حاجه ديري لك ورد بالاستغفار، الصلاه على النبي، تجد ذكر، داك التسبيح دا النون الحوقله انت اللي يعجبك. حاولي ديري كل نهار ديري فيه واحد 100 استغفار، 100 صلاة على النبي، صلاة إبراهيمية. حاولي ديري يختص النهار ديالك كامل بالاستغفار. كل واحد هو، كل واحد الذكر اللي كيرتاح فيه، كاين اللي كيرتاح في الحوقله، كاين اللي كيرتاح في الاستغفار، كل واحد هو على حسب قلبك فين مشالك. وكل ذكرى عنده معاني ولاش كيصلاح والاثار ديالو كبير على النفس وعلى الحياه ديالك وعلى الاخره ديالك. حاجه اخرى، التراويح ضروري بقى تصلي التراويح ديالك. من تصلي العشاء تصلي التراويح ديالك، والشفع والوتر الا بديتي تصليهم ولا بديتي تخليهم حتى القيام الليل. وحاولي الا قدرتي تقري سوره البقره يوميا، واذا بيتو تقدروا تقراو سوره البقره في قيام الليل. انت تبغي تصلي التراويح، قري فيهم سوره البقره. راه سورة البقرة راه زوينة، راه فيها البركة وكتيسر لك الأمور ديالك في حياتك شحال من حاجة. دوك التراويح اللي غادي تقري، جبدي القرآن ديالك هزي في يدك وبقى تقراي. كل مرة قريتي كتحطي المصحف ديالك كتركعي وتسجدي وتنوضي عاوتاني تهزي القرآن ديالك. انتي منها كتقري سورة البقرة، منها كديري قيام الليل ديال التراويح. التراويح راه هما قيام الليل. كذلك ديري قيام الليل قبل ما يبدا الفجر، صلي لك جوج ركعات 4 اللي قديتي عليه. صلي قيام الليل ديالك ودعي. بالنسبه للدعاء، نتي تختاري الدعاء اما ما عرفتي ما غادي تكوني كديري التراويح وكتقري سوره البقره، في السجود كديري الدعاء ديالك. دعي، دعي بالذريه الصالحه، بالزوج، بالعمل، اي حاجه بغات عليك خاطرك. ما تقوليش مستحيله، كلشي ممكن، كلشي عند الله ممكن، كن فيكون.
القدره اللي ديال ربي يحقق لاي حاجه بغيتيها، ما كتهمكش هضره الناس. اللي بغى يدوي يدوي، انت كتعاملي مع الخالق، مع اللي عنده كلشي. بدي ديري الدعاء ديالك، وقبل قبل الفجر في القيام الليل تدعي، وكذلك قبل دعوة الصائم كتكون دعوة مستجابة. قبل ما يؤذن حاولي تستغلي ديك 10 دقائق ولا ديك نص ساعة ولا ربع ساعة، شحال عندك قبل ما يؤذن المغرب تكوني كتستغفري فيه، باش مجرد ملي يؤذن كتكوني كدعي، ودوك الدعوات كتكون مستجابة. تسلي المغرب ديالك وصافي تفطري. كذلك المهم هادشي اللي كاين. قلت لكم صلاة الضحى كذلك، الا قدرتوا تصلوا صلاة الضحى ديالكم راه مزيان. الا بغيتي تصلوا صلاة النوافل حتى هما زيدوهم، اي حاجة اي حاجة كتنفعك في الدنيا وفي الاخرة زيديها في البروغرام اللي غادي ديري. وحاولي تبعدي على الغيبة والنميمة والغضب، اي حاجة كتخسر لك داك الرضا بعدي عليها. بعدي الا كنتي كديري المكياج بزاف حاولي ما ديريش، ديري لك غير الاكرام اولا مرطب ديالك صافي، ما ديريش الماسكارا وداكشي كله بلاش. حيدي المكياج ما ديريش، حاولي تبداي تلبسي الحوايج ديالك مستورين. حاولي ما تشوفيش بشي حاجه خايبه، ما تسمعيش شي حاجه خايبه، ما تهضريش على الناس. الا بات لك شي وحده مثلا دازه في الطريق لابسه مزير ولا دايره مكياج ديما شغلك فيها، هي بينها وبين الله. ما تقوليش راه هذا رمضان ولابسه مضيق ودايره مكياج، ماشي شغلك فيها. كل واحد يديها في حياته ويدخل سوق راسو. اللي الا بغيتي تعيشي حياتك مزيانه دخلي سوق راسك. كل واحد بينه وبين الله، حنا ماشي شغلنا في الحياه ديال الاخرين. حاولي تستغلي رمضان، راه 30 يوم راه دغيا غادي يدوز، دغيا عرفتي غيدخل رمضان غدا صافي ها هو العيد وصل. يعني استغلي رمضان، راه الحمد لله حنا عايشين. حنا عايشين، عندنا باقي فرصة نصوموا ونعبدوا الله ونقراو القرآن وتفرجي لك في الدروس. الا كنتي كتفرجي في الافلام ودوك الفيديوهات حاولي نقسي منهم ودخلي تفرجي في الفيديوهات الدينيه، الفيديوهات اللي المهم فيديوهات اللي كيدويو على تفسير القرآن. لحقاش في رمضان كتكون الروح ديالك نقية، كتكون متجهة لأي حاجة دينية كترتاح ليها. حاولي تخلي تسمعي القصص الأنبياء، تعرفي على القصص الأنبياء شنو داز عليهم وكيفاش واجهوا الحياة، كيفاش ربي يعوضهم. وتفرجي في قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة، شحال من حاجة. وتفرجي في فيديوهات ديال الدين، على الحجاب، كيدوي على صلة الرحم، على الغيبة والنميمة، دوك الدروس الدينية حاولي تسمعيهم باش من يخرج من رمضان تخرجي بواحد الفكر، واحد الوعي، واحد داك بانك عارفه بينك وبين الله بانك هاد الشيء خصك ديريه، وكتحلي بالصبر وبالهدوء والدعوات ديالك يتستجبوا. ولا كانت عندك شي دعوه، الا كانت شي دعوه كنتي كديريها بشحال هادي. دابا دخل 2026 حنا في الاول ديال 2026 كنقولوا غنحققوا. عرفتي دوك الدعوات كاملين اللي بغيتي تحققيهم جبديهم كل كتبيهم في ورقه بستيلو ولا التليفون، كنفضل انا ورقه بستيلو والقلم، وواحد الايه فيها والقلم ما يسطرون. ورقه بستيلو كتبي فيها كاع دوك الادعيه، دوك الاحلام ديالك كتبيهم كامل في ورقه. وكل مره غادي تستغل. انا هادي سمعتها في واحد لا فيديو. المهم بزاف ديال لي فيديو كل واحد شنو كيقول لك، كاين اللي كيقول لك جبدي دوك الاهداف ديالك كاملين كتبيهم في ورقه وتقولي قبل ما يود المغرب زعما ديك الوقيته ديك ربع ساعه قبل ما يود المغرب، واش مجرد يود المغرب اولا قبل ما يود المغرب قولي دوك الدعوات ديالك. لحقاش ماشي يود المغرب وبديتي تقينتي دوك الاهداف وكيعيطوا عليك مريضه باش تفطري خصك قرصيبه نهار كامل. يعني ديك ربع ساعه قري فيها دوك الدعوات ديالك، اولا خليهم تيقرب الفجر وبديتي تقريهم، اولا قريهم في قيام الليل وغادي تكوني كتصلي التراويح ديالك. صليتي التراويح ديالك وقريتي سورة البقرة، جبتي دوك الأهداف ديالك وديري دعاء وكتقريهم. لحقاش كتكوني ديك الساعة نقية، الروح ديالك نقية واستغفرتي بزاف، ويعني الذنوب ديالك كيتمسحوا وكيمشيو. والدعاء كتكوني أقرب من الدعوات ديالك تكون مستجابة. أصلا الدعوات كيكونوا مستجابة. حنا الشيطان هو اللي كيخلينا كيوسوس لينا بأنها ما تستجبد، ولكن راه عند ربي راه تستجبد. أي حاجة خرجت من الفم راه تستجبد. وربي هو اللي كينطق داك اللسان ديالك عفوا. ربي هو اللي كينطق داك اللسان ديالك باش تعي ديك الدعوة لقاش ديالتك. المهم هادشي اللي كاين باش نكثر عليكم لا فيديو. كنتمنى يدخل عليكم هذا رمضان بصحة جيدة وتكونوا على خير وتحققوا دعواتكم. وبداو من دابا، ما تسنوش تيدخل رمضان باش ما يشتكوش العكاز والتسويف. ومن دابا جبدوا ورقه بستيلو وحطوا شنو بغيتو تحققوا، العبادات ديال رمضان، الصيام ديالكم. اللي بغات دير شي ريجيم ديرو، اللي بغات تقاد الاكل ديالها راه غادي تقاد. واخا رمضان صعيب تقادي فيه الماكله ديالك،
ولكن ماشي مشكل بعدا راسك كنتي صايمة دايرة الديتوكس وتهلاي في الجسد ديالك، ما تهبليش في رمضان كامل، ديري التقشير ديالك والماسك ديالك على الاقل مره في السيمانه، شعرك غيبقى تمشي مره مره لا. المهم حاولوا تجبدوا شويه من الجسد ديالك، النفسيه ديالك تسترخي، ما تعصبيش. ولكن هاد الشهر بالضبط خصو في العباده اكثر، الروح ديالنا اكثر. هذا هو نمبر وان. الا كنتي غتعلمي شي لغه ولا شي حاجه خدمي عليها، ولكن ركزي على العباده هي الاولى، باش ديك 30 يوم تولي الجسم ديالك وانتي تعودي. مش مجرد يخرج رمضان يلقاك متعوده بلا يخرج رمضان غادي تولي تقري القران، تسلي صلاتك في الخشوع، بدي تدعي، شحال من حاجه غتغير في حياتك. يلا شكرا والسلام عليكم، كنتمنى لكم دوزو رمضان على صحه جيده وبسلامه. شكرا لكم.